اهلا بيكم في حلقه جديده من يوديكور.com. طبعا انتم مستغربين انا فين. النهارده عامل لكم فيديو مخصوص هعرفكم ازاي لو عندك سفره او صالون قديم وعايزه تجدديه ايه انسب طريقه لتنفيذه، وازاي الصالون ده يبقى كانه جديد من اوله، يعني كانه جديد تماما، ومراحل التنفيذ والخامات المستخدمه. فتابعونا، الفيديو ده فيه معلومات قيمه جدا هتفيدكم. خليكم معانا. اهلا بيكم في يوديكور.com. واحنا النهارده بنشكر الاستاذ رضا اسحاق انه استضافنا عنده في الورشه. هو من الناس المحترمين جدا، هو استاذ حمدي. دايما بنرشحهم لعملاء عندنا عشان يجددوا لهم شغلهم، لو قديم بيرجع كانه جديد تماما. فاحنا برضو استضفنا استاذ رضا عشان يشرح لنا بنفسه ايه مراحل التجديد وايه الفايده من التجديد وايه حدود ان انا اقدر اجدد فيه. فاحنا عندنا سفره وصالون فهنتكلم معاه فيهم النهارده. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. بقول لحضرتك احنا دلوقتي لو انا عندي سفره اسطر تمام. عايز اجددها. تمام. دايما في ناس بتجدد الشغل تحس ان هو مش لونه الطبيعي، بيبقى لون عليه طبقه كده. فلو انا عندي سفره اسطر، لو عندي حاجه زي كده مثلا، دي ايه اللي مخليها تطلع جديده كده؟ تتغمق درجتين. بتتغمق درجتين. أو لو انا الشغل عندي مش عايز اغمقه وعايزه فاتح، ينفع؟ لا ما ينفعش. مساني الخشب بتقعد شاربه الخامه كده حضرتك. المساني دي بتقعد شاربه الخامه، فما بيطلعش بيرفكت زي الجديد. يبقى الشغل دايما لا بيبان ان هو قديم. يعني لو الشغل ده وعايزه يحس ان هو جديد لازم اللون يتغمق شويه. يتغمق. بيبقى كام درجه؟ بيبقى درجتين 3. طيب ده بالنسبه لاي ستايل ولا الشغل الكلاسيك بس؟ لا اي ستايل في الاسطر. في الاسطر. تمام. طيب لو انا عندي مش عايز اغير، مش عايز البني ده، ينفع اعملها حاجه تانية؟ طبعا ينفع. يعني ينفع يتعمل دوكو، ينفع يتعمل لاكيه بالالوان اللي حضرتك عايزها. اي درجه احنا عايزينها؟ باي درجه انت عايزها. باي الوان انا عايزها. حسب الستايل بقى وحسب شكل الفرش بتاعي. تمام. احنا بنشكر الاستاذ حمدي برضه ان هو استضافنا عنده، هو استاذ رضا، فهو هيكلمنا دلوقتي على مراحل تنفيذ الشغل السليم. لو انا دلوقتي عايز اجدد الصالون بتاعي او السفره، ايه المراحل اللي بنشتغل عليها عشان في الاخر الشغل يطلع سليم؟ فاتفضل حضرتك. حضرتك لما بيكون الشغل جاي لنا اول حاجه بنعملها بنفك التنجيد بتاعه، وبعد ما بنفك التنجيد طبعا بيظهر عيوب نجاره، بنصلح النجاره الاول، بنغري ونشد قمط للكراسي او الصالون او كراسي السفره. بعد كده مثلا بنحرق صنفره، نصنفر الشغل كويس جدا. لو في طليقه معجون بنلقطه. بعد كده بنخلص مرحله الصنفره والمعجون، بنصب الشغل باليستر. وبعد ما بنصب الشغل باليستر بنصفي البليستر طبعا. لو في تصفيه البلوستر زي ما محمود بيصف كده، بيبقى متاخد طبعا في الشغل الدوكو بيبقى بلوستر ابيض زي كده وهو بيصفيه. اما في الشغل اللوستر طبعا بيبقى البلوستر شفاف. بلوستر شفاف. ده كده بلوستر ابيض عشان الشغل هيتعمل لحضرتك دوكو. اما في طبعا في الشغل اللوستر اللي هو الحاجات اللي زي كده بتاخد بلوستر شفاف. وبعد كده دلوقتي لو انا بتكلم على شغل قديم، لو انا عايز الشغل قديم يبقى احسن حاجه انه يدهن. بنصب باليستر زي كده، وبعد كده بيتصفى، بعد ما بيتصفى بنرش الفيلر بطيء. بيبقى برضو بيعمل لحميه معانا على الشغل وبيعزل اي حاجه معانا في الشغل. وبعد كده بيتصفى البليستر، بيتغسل البليستر. يعني الفيلر الشغل ده ان هو يطلع ناعم، الفيلر ده بيدي معايا لحميه هو البليستر على الشغل، وبيعزل لي اي حاجه في الشغل القديم. لو في مطبات في الخشب بيستعدلها معايا كده. وبعد كده بندخل بقى على مرحله التشطيب بالالوان اللي احنا بنبقى مقررين عليها. طب بالنسبه للتنجيد، يفضل وانت شغل قديم بتنجده كله من اول وجديد؟ بفور الشغل. من الافضل ان انا افور الشغل، اجيبه على العظم بتاع الصالون او كرسي السفره. بعد كده بشد الشريط بتاعي واجهز خيش، وبشتغل بسفنجات طبعا اذا كان شيلت. وبعد كده اللي هو مثلا لو في قالب بيتعمل قالب خيش، بعمل طبقه فايبر وسفنج. وبعد طبقه الفايبر والسفنج بعمل دمور قبل الكسوه. ده بالنسبه للصالون. اما بالنسبه لشغل الانتريهات وكده بيبقى شغل السفنجات العادي اللي هو الطبيعي بتاعنا. تمام. طب ممكن حضرتك تورينا برضو لو في شغل فيلر مرشوش في حاجه في الورشه؟ في بره في حاجات مرشوشه فيلر وفي حاجات في التشطيب. حضرتك بعد ما نصنفر كده، احنا معظم البيات اللي بنشتغل بيها بروتونات،
معلش اتكلم بطريقه اوضح عشان اللي بيسمعنا مش متخصصين. انت ايه اللي بيترش؟ مثلا محمد اللي بيصفي محمد صفى مثلا يعني ايه يصفي؟ التنعيم. التنعيم ده بيشيل الزيادات بيشيل الزيادات والمعجون التلقيط مكان تلقيطه مسمار خاسس حاجه. يعني انا عميل دلوقتي وعايز اجي ابص على شغلي، لازم الشغل يكون حاجه اسمها متصفي. متصنفر كده، متصنفر عشان بيشيل الزيادات يبقى الشغل ناعم. الشغل ناعم. بعرف ده بحط ايدي على الشغل ده عشان يبقى ناعم. حضرتك. طيب بعد ما بنخلص كده بايه بيترش ايه تاني؟ بندي بقى اللون بتاعنا ايا كانت درجه اللون. بيتحط على ما هو ده الفيلر العازل اللي بعد البوليستر. ما بيترشش حاجه؟ لا بيترش بقى، بيدخل بعد كده بتنعم، بيدخل بقى على مرحله الرش البويه. تمام. ورش البويه بعد ما بنخلص رش البويه بنغسل بصنفره مثلا 320 وبندي الوش الثاني التشطيب بتاعنا الفينش النهائي. لو في بتاين او حاجه مثلا الحاجات اللي هي البتاين اللي بتبقى هنا كده في الجوانيات بنبتن وبعد كده بنرش عليها وش مط بحيث اللي هو يبقى سهل في الغسيل في البيت لو حب يصب يعمل فيه اي حاجه بميه تفضل بتينه والحاجه ثابته زي ما هي. طيب وما بيترش الورنيش ده مط ممكن اتحكم انا في الدرجه؟ بالنسبه عايزين 20%، عايزين 45% زي ما احنا عايزين. والشغل بيرجع كانه جديد؟ ما بيبانش فيه اي حاجه اللي هو قديم حتى ظهور قلوب قواعد وبريت من تحت من فوق من ظهر الدولاب من اي حاجه في الخشب بتتدرى بتحس حتى بجالك متغلفه اعتبر جايه لسه من الشركه، يعني ما بانش عليها اي حاجه اللي هي قديمه. تمام. متشكرين جدا على المعلومات القيمه دي واستفدنا من حضرتك كتير ونتمنى الناس تكون استفادت هي كمان. واهلا بيك في ديكور.com وبنرحب دايما باقتراحاتكم وبآرائكم وفي انتظار اسئلتكم ونشوفكم على خير دايما ان شاء الله.